في قضيه كهرباء مثلا، مين اللي عمل القضيه؟ انا رقمي ببعت له خلاص وتابعناه لغايه حكم نهائي. لكن لما تيجي قضيه وانت بتتابعها يمشوك عشان عباس، ما تسالنيش على قضيه خالد وطيب وانا بره. ما تكلمنيش عن خالد بوطيب ده ولا وانا بره ولا وانا جوه، عشان انا ابن امير اللي جايبه، بس برضه ما تسالنيش عليه. هو انا كده النهارده والحكم طالع بقى له قد ايه؟ تابع قضايا مكتبي وخالد بوطيب وحمدي النقاز وعلي حلوله. تمام؟ كلامي واضح. طيب هو ليه الاعلام ما بيجيبش سيره ان ده باتشيكو؟ مين ماشي باتشيكو؟ مين يا معلم بشار؟ حسين لبيب في اللجنه، انت ناسي ولا ايه؟ لا ما انا مش هقعد بقى اتابع علي علوكة واشرف كوخه، شوف بقى مين اللي ماشي بشيكو. من الواضح ان الوضع في الزمالك سيئا، واضح ان في اجماع على كده. حسنا نتمنى لهم الاسوأ. انما بقى اللي جنب بتاعتهم خالد بوطيب. بص يا بيه، خالد بوطيب اولا ده ولد مؤدب ولاعب منتخب مغرب، مش كده؟ صح. خلاص جه من المنتخب عنده اصابه في ركبته. الوضع الطبيعي يعمل عمليه فين؟ بعتناه فرنسا هو والدكتور بتاع النادي الدكتور محمد اسامه. خلاص. طب وفين الكشف الطبي؟ الراجل جاي مصاب اتعاقدت معاه ليه؟ وده رقم يدفع؟ لا تعايرني ولا عايرك، ما احنا عندنا مودست احنا كمان. راح لفرنسا قال مش هعمل عمليات، الدكتور كاتب تقرير ما عملش عمليه، اسبوع هيقع مش هيقوم تاني. خلاص رجع بعتنا له انذار على يد محضر، يا ابني تعالى احضر التمرين، ما جاش. خلاص مشينا احنا، مين اللي يتابع؟ حسين نبيل. قول له كل فشار انت واللي جنب تحتك. لا اقول له خد، لما انا ما بزغرفه ما. النادي ده يا جماعه بصراحه هيفضل منحوس حتى لو علقوا على راس فانوس. عقد كهربا صح؟ هو الكابتن مجدي عبد الغني هو كان رئيس رئيس شؤون اللاعبين. طب ليه اسمك دايما بيكون موجود لما انا ما اعرفش الحقيقه، لدرجه ان انا حد قال لي ان هو قال ان اسمه ان محمود ده قال اصل كان احمد مجاهد رئيس اتحاد في 2016 ما كنتش رئيس اتحاد اصلا. يعني حتى المعلومه واضح ان اللي قال له المعلومه ما كانتش مظبوطه. فالموضوع اصلا انا شايف ان هو ملوش اساس. يعني ممكن عشان انت وكابتن مجدي كنتوا بتروحوا تفتحوا الاتحاد سوا. لا بالعكس. انا ما اعرفش ايه اللي دخل اسمي في جمله مفيده في الموضوع. احنا مش عايزينك ما بحبش كهربا برضه يبقى زعلان منك يا كابتن احمد. لا ما اعرفش. انا ما اعرفش. لا بالعكس. بالعكس. طب انت كنت شاهد بالعكس. ده انا حتى استغربت ليه لما هو ذكر اسمي، لان انا في كوت ديفوار في الماتشات انا مسلم عليه في وقت الماتشات عادي خالص، ما ولا جه في بالي الحوار ده خالص. اهلا يا احمد مجاهد بتاع ليس كل ما يعرف يقال، اللي كلم مرتضى وقال انا فتحت لك القيد بتاع يناير في شهر 3، مشرفنا ومنورنا. يدخل استثناء. يعني ايه استثناء؟ هو لسه الراجل ما لعبش ولا حتى مباراه وديه ولا تقسيمه، حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي ما لعبش حتى تقسيمه مع الفرقه، لكن التسديد والتمرين الحراس بتاع كله عادي. طب ليه ممكن يدخل؟ لانه حمزه علاء عنده شد في العضله الضمه وما بيتمرنش. مفيش غير مصطفى مخلوف هو مسجل افريقيا، انتوا عارفين الزنفولي مش مسجل افريقيا، فمن الممكن جدا ان الشناوي يبقى موجود في القائمه يعني في الفرقه. يعني فرص لعبه اعتقد هتبقى صعبه جدا، لانه زي ما بقول لك ما لعبش حتى مباراه وديه، لكن ممكن يبقى متواجد مع الفريق. امام عاشور بيقترب انه يبقى موجود في القائمه، ودي مفاجاه سعيده يعني للناس كلها بصراحه يعني. فاعتقد انه كده امام اوكي. حسين الشحات برضه وارد جدا جدا، وحتى اليو ديانج يعني. ودي الحيره اللذيذه اللي تواجه اي مدرب، انه يبقى عنده اكتر من لعيب جاهز. لكن هو خبر حلو جدا بالنسبه للاهلاويه. وارجع تاني اقول لك خبر بالنسبه لي انا مفاجاه سعيده جدا، انه الرباعي الشناوي وديانج وامام عاشور والشحات انتظموا. طب الشحات حاطط واقي على وشه عادي جدا يلعب. لا انا عايزك تصحى وتصحصح كده، الراجل قاعد زعلان عشان الشناوي رجع وابنه هيرجع اسير دكه البدلاء مره تانية. الشناوي رجع في فاس ولا فاس، قال له بقول لك ايه ده مكاني وسع. كهربا خلاص كهربا ممكن يكون الموسم الاخير ليه مع النادي الاهلي، وبعد كده هيطلع لان عنده عروض، وهو يعني
جاله عروض قبل، خلي بالكوا كهربا كان ممكن في يناير يكون بره، يناير اللي فات كان جاي له عرض وعرض جدي وكان ممكن يطلع، لكن الاهلي تمسك بيه. هل الاهلي هيستمر في التمسك بكهربا؟ ده اللي هنشوفه نهايه الموسم، لكن مع نهايه الموسم كهربا مش موجود في النادي الاهلي، وده كلام مهم جدا. طيب عندنا الاهلي بيؤكد جاهزيه اكرم توفيق وكوكا لمباراه مازيمبي، مباراه ان شاء الله تكون في المتناول لنادي الاهلي. مازيمبي فريق كبير ونتيجه 0-0 خادعه، لكن الاهلي قادر. الاهلي فريق كبير متمرس، فريق متمرس بطولات، متمرس في الماتشات القويه. العيون كلها بصاصه، خلقه عايزه في عينها رصاصه. لعب له سنه ونص. يعني وده مش مفاوضات عيب. عمر كمال خدت وقت اطول من مفاوضات ناصر ماهر اكيد. آه. والتوقيت عند الناس موجود والكلام ده كله. مفيش تعنت. اصل يعني مره تانية كابتن مفيش حد هيمشي غصب عن مالك النادي رئيس النادي او عننا طبعا. او حتى الحته الفنيه. فما احنا رحنا الكابتن حسام كان في التوقيت ده. أيوه. انت عندك مشاكل ناصر يمشي، لا. دكتور وليد عندك مشاكل، لا. بس عايز نتفاوض عشان نشوف على قد ما نقدر ناخد اللي احنا عايزينه، طلباتنا ايه. بس التفاوض ده يا كابتن هات وخد. الحاجه دي انا من الناس اللي انا عذر ناصر وعارف هو بيعمل الكلام ده ليه. لكن اللي انا بقى يعني مختلف مع ناصر فيه، اولا ناصر طلع قال ان هو كابتن ان ساب فلوس. دي من ضمن الحاجات اللي ضايقتنا جدا. بس ده ما حصلش خالص، ما حصلش. ناصر كان عليه عقوبه تمام، وكانت المفروض ان هي كان لسه جزء منها خد فعلا شلناه وفي جزء لا. لكن انا متفاهم الناس تطلع تقول انا عايز نادي الزمالك. دي بسبب عدم سفر الجزائر. وكمان في عقوبه ثانيه ردوا على ريكاردو. تمام، ولكن فضلت في اوضه المغلقه. اسالك سؤال يا كابتن، حد فيهم سمع حاجه عن العقوبات دي؟ لا. طب لو احنا وحشين ما كناش اتكلمنا ما في ناس بتخلص على ناس في الوسط. صحيح. بس احنا دايما كنا بنقفل على اي حاجه فيها، مش ده اللي اتعلمناه. انت معلش انا ممكن اختلف معاك النهارده، بس انت جزء من المنظومه، انا دوري احافظ عليك. باشا الزملكاويه بياكلوا بقى من الكلام ده. انت عارف هم جمهور لقطات و3 نقاط، واحنا جمهور بطولات. انت يا سميكس اكد انك مدينا لايك ما تيجي في ده مش شايف قناه مجلس الكل شغال في المكان. يلا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. موسم تاني، وكيل مودست خلاص تم تبليغه ان خلاص الاهلي استكفى بالمده ديت، اللي طبعا جماهير الاهلي يعني كانت مش عاجبها الوضع، وخلاص قالوا له احنا مش هنجدد السنه اللي جايه بعد طبعا عدم تقديم اي مستوى جيد مع الفريق. اذا الاهلي يوجه الشكر لمودست بعد هذا الموسم. المفاجاه بقى اللي عندنا النهارده ان هناك واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي ممكن ان الموسم ده يكون الاخير ليه مع النادي، يطلع اعاره بقى بيع، ده حسب يعني اللي هتشوفه اداره النادي الاهلي. طيب مين اللعيب ده بقى؟ مين اللعيب اللي هيكون او ممكن يكون الموسم الاخير ليه مع النادي الاهلي، وهو لعيب جامد جدا جدا جدا، يطلع اعاره يطلع بيع، ده اللي هنشوفه الايام الجايه. امبارح مشى امام عاشور وداه التعاون، والنهارده بيمشي كهربا، وعلى اخر الشهر مش هنلاقي لعيبه نلعب بيها. احسنت يا مهيبه زملكاوي. ما شاء الله ما شاء الله. لما تيجي تبص على السي في بتاع احمد السيد، 28 بطوله مع الاهلي، بطولات مع منتخب مصر، واحد من العناصر والركائز اللي كانت مهمه في جيل ذهبي، عمل بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي. فين احمد السيد من النادي الاهلي؟ والله يعني هي الاول في الاخر طبعا ده نصيب. انا يعني اتضايقت، يمكن انا يعني يعتبر الوحيد اللي في الجيل بتاعي اللي ما اشتغلش في النادي. ودي حاجه ضايقتني جدا، لان انت برضو يعني انا من ناشئين الاهلي واديت للنادي الاهلي كتير جدا. الواحد كان يعني محتاج تقدير اكتر من كده ويحس ان هو موجود جوه النادي، لكن طبعا ما حصلش نصيب. يعني مفيش في اي مرحله من المراحل حد اتكلم معاك؟ لا ولا فني ولا اداري ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه خالص. يعني حتى انا لما عرضت كانت المناصب اللي يعني معروضه يعني ما تناسبش تاريخي قوي. يعني انا من الشخصيات اللي احب التقدير قوي. يعني انت تستحق كده، انت راجل اديت المكان وناشئين النادي، فحق النادي عليك ان انت تبقى متواجد موجود. يعني ناس كتيره كانت موجوده في النادي، لكن انا الوحيد ممكن في لعيبه الاهلي كلها القديمه والجديده اللي ما اشتغلش في النادي. يعني اللي اعتزلوا ما اشتغلش في النادي، لكن الحمد لله. كام سنه في النادي الاهلي يا كابتن احمد؟ انا من 95 94
ل 2012. احمد السيد ناس يقول لك يا موزعين الشموع انا ما خدتش. حجم النجوميه اللي عندها كانوا محتاجين حد يعني يقدر ما اقدرش اقول ان كابتن حسام كان بينه وبينهم مشاكل عشان ما اظلمش الراجل يعني، بس انا كنت شايف ان ممكن ناخد منهم اكتر من كده. انتمائك يؤثر عليك في اتخاذ القرارات؟ بالعكس، طب انا معروف ان انا اهلاوي وجمهور الاهلي اللي بيهاجمني بدليل حتى ليس كل ما يعرف يقال دي اللي ماسكها على طول جمهور الاهلي. مالهاش علاقه خالص. ملهاش علاقه خالص. انا بتكلم في المجمل، الحاجات دي ما بتبقاش مؤثره، ما بتعملش حساب حاجه كده حاجه كده. انا ما بتكلمش على نادي بعينه. لا ما انا بقول لك انت في توازنات عندكم او عندك؟ يعني انت تعرف كده؟ لا ما انا بسالك. لا انا لا لا انت ترد على يعني انا لازم عندك توازنات. لا ما عندكش. لا خالص ولا لون تيشيرت خالص ولا انا ناس كتير جدا افتكر لازم مصممين زملكاوي. يا عم مش زملكاوي، مهيب زملكاوي، انا مش زملكاوي. انت اهلاوي؟ ما معروف ان انا اهلاوي، لكن هذا لا يمنع ان جمهور الاهلي يمكن بيهاجمنا اكتر من جمهور الزمالك. ودي حاجه كويسه. ما اقدرش اقول انها كويسه يعني. هي في الاخر هو على فكره هو الجمهورين وجمهور الزمالك بيهاجم برضه. طب ما انت ممكن تظلم، ممكن يكون لما الجمهورين بيهاجموا ممكن تظلم الاهلي عشان تثبت ان انت لا مش اهلاوي. طبعا. ما حدش بص ما حدش يقدر يظلم الاهلي ولا الزمالك. اكيد عشان بس نبقى منصفين. وقعد يقول لك انا طالما جمهور الاهلي بيشتمني وجمهور الزمالك بيشتمني يبقى انا ماشي صح زي الشيطان. طالما المسلمين بيشتموني والغير المسلمين بيشتموني فانا ماشي صح. ده ما تكلموش، بصوا حطوا جنب الحيط. عارفين ان ورقه سليم وعارفين ان انت ازاي، ان انت عارف ازاي بتضرب الورق ده. اقسم بالله ان 50% او 60% من فرق الناشئين في مصر كل فرقه فيها على الاقل 3 لعيبه بيلعبوا في الملعب مسننين او مزورين. مش مزورين يعني مسننين، مضروب ورقهم مضروب. ويجي النهارده المسؤول النهارده بيعمل ايه؟ المسؤول بيجي النهارده يقول لك انا ماليش دعوه الورق سليم قدامي 100%. طيب انت استفدت ايه كراجل بتاع كوره لما تظلم ولد عنده فرصه ان هو يلعب ويتطور عنده 14 سنه، وتجيب ولد تاني عنده 16 سنه تلعبه تحت 14؟ انت استفدت ايه؟ هل الولد ده اللي انت جايبه مسننه وانت عارف ان هو مش سنه ولعبته تحت 14 سنه، هل انت متخيل ان هو هيلعب درجه اولى؟ واحد في السن ده بيلعب مع عيال اصغر منه بسنتين، هيلعب درجه اولى ازاي؟ ما كلنا على فكره كان يعني كان بنشوف ان في لعيبه مسننه بتلعب قدامنا ومعانا، كنا عارفين ان اللعيبه دي لا يمكن تلعب درجه اولى وما لعبوش درجه اولى. ايه لعيبه مسننه دي؟ مركبه طقم اسنان ولا ببوزين؟ لو تابعت في اول الفيديو رجعت هنا فانت برنس البناريس المستبرته فاستثنسه. انت تتاكد من دينا لايك ما تيجي فيديو مش شايف قناه مجرس في كل شيء في كل مكان، واستنونا نحن ها فيديوهات كتير. ضرب نار. سلام.